كحك امي، هو في احسن من كحك امي بشهاده الجميع؟ كحك امي ومقاديره المظبوط على الشعره اللي شرف العرايس واللي الناس عملت منه مشروعات وكسبت منه وبيدعوا لامي، وكل ده في ميزان، ما زال في ميزان حسناتها رحمه الله عليها. تعالي خدي اسرار كحك مطبخ ماما بتاع امي ست الحبايب، كحك جدتي وجدتك، الكحك التحفه الجميل. بصوا على راي ام الله يرحمها، بصوا مقنبر ازاي، بصوا الجمال. كحكايه صغننه على قد البق على طول تتاكل كده، سوا مظبوط، سوا مستكاوي مظبوط. وتعالى ما نحط عليه كده كمان السكر البودره. ده كيلو يا جماعه، كيلو ما شاء الله عمل حوالي 72 كحكايه. حجم صغير، لو هتعملي حجم كبير هيطلع معاكي حوالي 45 او 47 كحكايه. بصوا الطعامه، مع انه والله ما شاء الله ما شاء الله هو مش محتاج تزيين اصلا. يعني زوجي ربنا يبارك فيه ويحفظه بيقول لي يا بنتي اصلا هو مش محتاج سكر، هو لوحده كده تحفه، يتاكل ساده كده مع كوبايه شاي، مش محتاج نهائي. طبعا السكر احنا بنحطه قبل التقديم. بسم الله، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. وهنقول ايه؟ لا تقول اتول ولا لابوار، كحك مطبخ ماما ام عمار. بصوا بسم الله، عجوه وملبن بمكسرات. يلا بينا على الحلقه. اول حاجه يا حبايبي هجيب الدقيق، هنخله، لازم انخله، ده بيخلي الكحكايه معايا خفيفه وهشه. ده دقيق سنبله الفرات، ضفت عليه ذره ملح وضفت عليه معلقه بيكنج باودر. الكيلو بياخد معلقه صغيره مليانه. ونزلت ب3 معالق سمسم كبار، ونزلت بمعلقتين كبار نشا وما تستغربوش، ونزلت بمعلقه لبن بودر. تحبي تنزلي بيها ماشي، ما تحبيش خلاص. دي اضافه دي زياده من ما كانتش ماما بتحطها، بس انا عجبتني قوي الاضافه دي. جبت كوبايه الا ربع حليب دافي، ونزلت عليه بمعلقه خميره فوريه ومعلقه سكر، وقعدت ادوبهم. نزلت على المكونات الجافه بمعلقه ريحه كحك. الكيلو بياخد معلقه مليانه كبيره ريحه كحك. جبت بقى السمنه بتاعتي اللي احنا حضرناها مع بعض، لازم سمنه يا جماعه، الزبده للبتيفورات والبسكوتات. ونزلت عليها ب3 معالق كبار سكر بودره، وكنت حطاها في الفريزر متلجاها. الكيلو الدقيق بياخد 550 جرام سمنه، يعني نص كيلو وعليهم مثلا ربع كوبايه سمنه كده او معلقتين كبار سمنه. هضربها كويس جدا في العجان او على ايدي، عايزاها تبقى كريمي اكني هعمل بوتيفور. ونزلت عليها بروح الموز. ايوه يا جماعه ما تستغربوش، احنا بنحب نحط ريحه الموز في قلب الكحكايه، بتقلب الدنيا، بتخلي ريحتها رهيبه وجميله. مش عايزه الخطوه دي براحتك خالص، بس صدقيني هتجربيها تعجبك. خلاص بقت هشه كده وكريمي. هنزل بقى بالدقيق على دفعات وهقعد ابس بقى. وقعدت ابس بقى كويس جدا، بس الدقيق مع الماده الدهنيه دي اللي هي السمنه بالسكر. بصي بقى على ايدك كده ربع ساعه ولا تلت ساعه، اول حاجه هتعمل معاكي زي رمله منديه، وبعد كده هتبتدي تتجمع معاكي وتبقى زي عجينه. ما تخافيش، بصي اعملي على ايدك، انا بوريكي طريقه البس على الايد، بتبقى كده لغايه لما تطلع كده ملزقه في ايدك وتبقى عجينه. ما تخافيش خالص. هتقولي هحط سوائل ده هتبوظ، لا جمدي قلبك، ده السوائل بتنشفها، خلي بالك. كل ما تبسي اكتر قبل اضافه الخميره او السوائل، الكحكايه تبقى ناعمه معاكي جدا. من اول هنا بقى يا ست الكل، واحنا بنضيف الخميره كده بضيفها على 3 مرات. هبتدي ما بسش خالص، يا دوبك بشرب العجينه زي ما انتم ما شايفين كده مع الخميره، يعني بخلي العجينه كلها تشرب الحليب دوت بالخميره كده بالراحه، تشريب. كل ما تدعكي فيها كل ما هتعمل عرق وتنشف معاكي وتحتاج سوائل تاني. بياخد مني كوبايه الا ربع حليب. عايزه تعملي ميه بدل الحليب مفيش مشكله. انت كده شربتيها خلاص. بصي العجينه بقت جميله، ما فيهاش عرق، بتتقطع معاكي بسهوله، سهله جدا. تعالوا نختبرها. ما شققتش معايا كده، مش محتاجه سوائل وزي الفل. نتوكل على الله وهنبتدي نشكل على طول، مش بنسيبها تخمر. ده الملبن اللي حضرته معاكم في حلقه قبل كده وحشيته وسبته على جنب. حضرنا الملبن والسمنه قبل كده في ريلز، بقوا شوفوه. هبتدي بقى اخد حجم الكحكايه اللي على حسب الرغبه اللي كل واحد، على حسب الرغبه اللي انت بتحبيها واحشي بيها. وعملت لكم اول واحده بالبصامه. احنا ما بنحبش شغل البصامات صراحه، احنا بنحب شغل المنقاش. كانت امي حبيبتي الله يرحمها ويجعلها من اهل الجنه تقول لي المنقاش بيخليها عاليه ومقنبره. مقنبره دي يا جماعه يعني قبه، عشان الناس اللي بتسالني تقول لي يعني ايه مقنبره. لكن اللي بتقول لي البصامه بتبططها كده وبتخليها ورقه كده ملهاش شكل. عملت لكم كام رسمه كده من اللي احنا متعودين عليهم اهي. واعملوا بقى بفرحه للولاد وعشان الولاد تاكل كده. وعلى فكره يا جماعه ارخص كتير من بره. الكيلو ده عمل معايا 72 كحكايه، الحجم الصغير. ممكن يطلع معاكي اقل لو انت كبرتي حجم الكحكايه. شوفي الكيلو بره، سمعت كده اسعار كده مهوله ان معدي ال1000 جنيه في براندات معينه كبيره. يعني ليه؟ يعني ليه؟ ده اوفر واطعم واجمل.
بصوا بقى العجوه انا هحضرها زي الملبن بالظبط، قلت اجيبها لكم في الفيديو ده. قطعتها، نزلت عليها بريحه الموز وفانيليا وسمسم ومعلقه سمنه وعين جمل، وهبتدي اقلبها. العجوه والملبن ما يتحطوش على النار عشان ما يشدوش، بنعملهم على الني. دعكتيهم دعكه حلوه، عايزه تحطي ماء زهر تحطي قرفه براحتك خالص. هبتدي بقى احشي برده شويه كده بالعجوه، عشان في ناس عندي بيحبوا العجوه، يعني حبايبي ولاد خالي بيموتوا في حشو العجوه، فانا عملته عشانهم صراحه، عشان هم بيحبوا العجوه قوي، احنا نحب الملبن اكتر. اتشكل معايا بالمنظر الجميل ده. لازم اكون مشغله الفرن الاول على درجه حراره 180، لازم قبليها ما تحطهاش في فرن بارد عشان ما تفرش معاكي. ومش هسيبها تخمر الكحكايه، هخبز على طول بعد ما اخلص تشكيل، هحطها على الرف اللي في النص. الكحكه المحشيه هتاخد معايا من ربع ساعه لتلت ساعه، والكحكه الساده بتاخد درجه حراره على درجه بنحطها على درجه حراره 160 او 170، بتاخد 25 دقيقه، ما بنعليش عليها النار. لكن دي بنعلي عليها النار علشان خاطر الملبن ما ينشفش معاكي. وانا قلت لكم قبل كده ريلزات ازاي اتجنب نشفان الملبن. بصوا الجمال، بصوا طلعت باللون المستكاوي الحلو المصفر الجميل الجميل ده. بصوا النعوميه والذوبان، والله الكاميرا ظلماه. انا بعد ما رشيت عليه سكر خدته في البلكونه، وريت لكم لقطه كده عشان تشوفوا جماله في البلكونه، كان تحسوا نصه بسكر ونصه لا. وادي ام عجوه تحفه، خطيره جدا جدا، عامل زي المعمول. والف هنا وشفا، جربوا طريقتنا، واللي جرب طريقتنا يكتب في الكومنتات عشان يطمن الناس، ويعملوها بقلب جامد. وكل سنه وانتم طيبين، وتعيشوا وتعملوا الحلو كله لحبايبكم.